الفيديو ده كله توفير وقت، توفير مجهود، توفير فلوس، بجد خطير. الناس اللي حابة تعمل جاتوه وبتخاف تعمله، او في نفس الوقت بتخاف ما يطلعش الطعم والشكل زي اللي بيتباع من بره، وكمان توفري فلوسك فيه، تتفرجي على الفيديو ده وبجد هتنبهري من النتيجة. هتعملي دستتين من الجاتوه او 24 قطعة جاتوه بطريقة سهلة وبسيطة، وكلها كده في الصاج مرة واحدة، بدون ما تعملي كده طبقات مختلفة وتبتدي ان انتي تقدري ترصي وتساوي ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم ان هي خطيره سهله وطعمها كده خطير، كمان من غير سبونج، كمان من غير لبن ولا اي ماده دهنيه ولا زيت ولا سمنه ولا دي سبونج. تعال نعمل النهارده احلى دستتين جاتوه بجد خطيره. انا عايزه اقولك ان حتى لو ما عندكيش مناسبه هتعملي الجاتوه ده، او هتعملي الصاج بتاع الجاتوه ده، وهقولك على الغلطات اللي انا وقعت فيها علشان ما تعمليهاش زي ما انا عملتها. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفه مع بعض. في بوله بجيب بيضتين بدرجه حراره التلاجة، عليهم كوبايه الا ربع من السكر، عليهم كمان كوبايه من الدقيق، اي نوع دقيق تفضليه. جبت هنا كيس بيكنج باودر او كيك شيف، وابتديت ان انا اقسمه على 2، خدت نصه كده وحطيته عليها، وبعد كده ابتديت ان انا اضيف كوبايه من الميه المتلجه، لازم الميه تكون متلجه، وعندي كمان المحسن، وابتدي ان انا احط معلقه كبيره منه كده، والمضرب الكهربائي وافضل اضرب فيه، احط كده كل المكونات على بعض، مش محتاجين ان احنا نفصل حاجه عن حاجه، كل المكونات كده فوق بعضها، واضربها على اعلى سرعه بالمضرب لحد لما اوصل القوام التقيل اللي انتوا شايفينه ده والضعف. بعد كده بجيب صينيه 40 في 40 وابتدي ان انا ادهنها ماده دهنيه ورشه من الدقيق كويس جدا، لازم ابطنها بالدقيق، بحط فيها الكيك كده وابتدي ان انا اسويها. حابه ان انت تعملي صينيه اصغر من كده عشان الكيك يطلع معاكي مرتفع اكتر من اللي انا كنت عاملاه، مفيش اي مشكله. برده في نفس البوله من غير ما اغسلها ولا اي حاجه، بحط نفس المقدار اللي انا حطيته في المقدار الكيك، وبشيل بس من الدقيق معلقتين بس من الدقيق، واحط بدلهم معلقتين كبار من الكاكاو الغامق الخام. افضل برضو اضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد لما القوام يعمل لي كده منقار في المضرب بتاعي، والقوام بتاعي يتقل ويزداد حجمه، يضاعف حجمه. وبعد كده بحطه في كيس حلواني واوزعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده فوق طبقة الكيك الابيض، وابتدي ان انا اسويه برضو بالاسباتيول او باي حاجة عندك لحد لما يبقى السطح عندي كله كده متساوي عندي في الصاج. زي ما انا قلت لك، حابة ان انت تصغري الصاج، الكيك بتاعك هيطلع مرتفع بس عدد الجاتوه هيطلع اقل. زي ما انت حابه تعمليه اعمليه، اهم حاجه تدهني الصاج كويس جدا بالسمنه بالسمنه او الزيت، وتبطنيه بالدقيق. بدخله الفرن درجه حراره 180، هيقعد معايا تقريبا تلت ساعه. بعد كده ببتدي ان انا اول ما بيطلع بسيبه يهدى وبغطيه، وممكن تسيبيه ساعتين 3. الكريم، جبت كوبايه خليط ما بين الكريم شانتيه والباستري كريم، وضربتهم بكوبايه الا ربع من اللبن الساقع لحد ما اوصل القوام ده. الغلطه اللي انا عملتها ان انا طلعت الكيك وسبته يبرد وما غطيتهوش، لازم تغطيه عشان ما يعملكيش التشققات دي، بس ما تقلقيش برضو هدويها لك بالكريمه ومش هتبان تماما. دي اول غلطه. الغلطه التانية ان انت تحطي نص كوبايه بس من السكر علشان الجيلي محلي، والكيك كمان طبقتين محليين والكريمه كمان محليه، فيستحسن ان انت تعملي نص كوبايه بس. بعد كده بجيب الكريمه بعد ما ضربتها كويس جدا بكوبايه الا ربع من اللبن الساقع، ببتدي ان انا احطها في كيس حلواني واوزعها كويس جدا على طبقه الكيك بالشكل ده. التشققات، كل التشققات اللي موجوده في الكيك مش هتبان تماما، ومش هيبان ولا هيبان في طعمها ولا شكلها ولا اي حاجه تماما، ما تقلقيش. بعد كده ببتدي ان انا اسويها بالاله دي كويس جدا، وممكن باي سكينه عندك او طرنش. بعد كده بعد ما سويتها كويس جدا بجيب بقى جيلو التلميع بتاع المانجا، ممكن تجيبي اي طعم تحبيه. جبت كده نص كيلو، خدت بس نصه، يعني تقريبا ربع كيلو من جيلو المانجا، او اي جيلو انت حباه، ممكن اي طعم انت تحبيه، وممكن وكمان هتاخد منك اقل من ربع كيلو، ما اخدتش معايا كمان ربع كيلو. بسويها كده بظهر المعلقه كويس جدا، اهم حاجه تكون الكريمه متماسكه وهيتوزع معاكي بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. بوزعها وبدخلها التلاجة. لو عندك الجو كويس زي الايام دي بتبتدي ان انت تشتغلي فيها على طول. جبت كده كيس من كريم كراميل اللي موجود في علبه الكريم كراميل، وعملت الخطوط ده. لو ما عندكيش ممكن تعملي كراميل، لو ما عندكيش ممكن تستغني عن الخطوه دي تماما. وبظهري كده الشوكه ببتدي ان انا اعمل الخطوط دي زي ما انتم شايفين، او زي ما بتشتري كده الجاتوه من بره بتبقى الخطوط بتاعته بتبقى شكلها حلو جدا ولذيذ. قطعي بقى الجاتوه ودوقي بقى العظمه اللي انت عملتيها كده، وفرحي بيها ولادك، بجد خطيره.
طعمه كده خطير واحلى كمان من بره. ولو حابه ان الكيك يطلع معاكي مرتفع اكتر من كده بتصغري الصينيه شويه. بس بجد هيطلع معاكي حلو جدا وسهل وبسيط، ومفيش اسهل من كده. بجد جربوا الوصفه دي. وعايزه اقول لكم بقى واحكي لكم على الشكل بجد خطير. شايفين طبقه الفانيليا وطبقه الشوكولاته وطبقه الكريم شانتيه والجيليو، كلها كده طبقات كلها في قلب بعضها، وفي نفس الوقت متساويه، وطعمها وشكلها خطير. اما بالنسبه للطعم جربوها، وعايزه رايكم فيها. بجد خطير، متماسكه وسهله وبسيطه، وما اخدتش مني وقت خالص في المطبخ. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. جربوا الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبكم. يا رب النهاردة تكون الوصفة عجبتكم. هتوحشوني للفيديو الجاي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.